عشان ابني الكارير بتاعي في الجي اس لقيت حاجه اسمها الذكاء المكاني او سبيشال انتليجنس، ودي حاجه متعلقه بالكارير ده. فازاي انا كطالبه جي اس اقدر انمي او احسن الذكاء المكاني بتاعي او السبيشال انتليجنس بتاعي؟ طب انا ممكن اقول لك ان السبيشال انتليجنس ده مش للناس بتوع الجي اس بس ولا بتوع جغرافيا بس، دي ثقافه او نوع من انواع الذكاء زي ما انت قلتي اسمه الذكاء المكاني، زي بالظبط الاي كيو والسي كيو والاي كيو. الاس كيو ده مهم جدا ان هو يكون عند البني ادمين كلهم، عند الناس كلها. ببساطه شديده كتير مننا بيبقى ماشي في شارع بيتوه، ده سبيشال انتليجنس. كتير مننا بيبقى في مكان اول مره بيروحه ومش عارف مثلا عايز يصلي القبله منين، ده سبيشال انتليجنس. ويقعد بقى يسال الناس والناس ما تبقاش عارفه او مش متاكده لان هم برضه مش من هنا وحاجات كتير جدا. فالسكيل دي مهم جدا انها تكون عندنا كلنا. دي هتخليك توفر وقت، لان لما هتوه بتضيع وقت. دي هتخليك ان انت تبقى عارف الاتجاهات والشوارع شكلها عامل ازاي، لانها هتديك كونفيدنس في معرفتك بالمكان. لما تيجي تسافر المدينه لاول مره تروحها لازم تشوفها الاول على حاجه زي جوجل ماب مثلا، علشان تبقى عارف المكان اللي انت هتقعد فيه، البيت بقى ولا اوتيل ولا وات ايفر، ايه المطار فين، ولا المركب هتنزلك فين، ولا القطر هتنزلك فين، طب الووكينج ديستانس المسافات هتمشيها ازاي، الاتجاهات اللي انت هتمشيها شكلها عامل ازاي. في كل الحاجات دي بتفرق جدا في ثقتك في نفسك في اي مكان جديد بتروحه، وفي الوقت اللي انت ممكن تضيعه لمجرد ان انت مش عارف المكان ده.